السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن القمح للفراخ البياضة، إزاي نستخدمه بطريقة صحيحة من غير ما يضر الفراخ بتاعتنا، من غير ما ينشفها، من غير ما يأثر على إنتاج البيض. بالعكس، إن شاء الله نستخدمه بطريقة تزود جدا جدا من إنتاج البيض، وتاخدي أحلى فراخ وأحلى إنتاج بيض عالي جدا، وتلاقي الفرخ بتاعتك ما شاء الله كده حلوة وموردة والتربوش بتاعها أحمر وجميلة. احنا طبعا دلوقتي في موسم القمح، حصاد القمح عندنا في مصر. آه، كل الناس او معظم الناس اللي عندها ارض او كده او حتى قريب منها ارض بتشتري القمح، فبتبقى مش عارفه تعمل بيه ايه، مش عارفه تاكله الطيور ازاي. طول عمر القمح من زمان قوي قوي، وكانوا اجدادنا بيقولوا لنا ما تحطوش القمح الناشف للفراخ اللي بتبيض. ودي حقيقه، لو انت استمريتي على وضع القمح الناشف للفراخ اللي بتبيض هتلاقي الفرخه نشفت ودمرت معاكي، والبيضه بتاعتها بقت صغيره. هو القمح كده بينشف الطيور، كل انواع الطيور. القمح الناشف لما بتحطيه بينشف كل انواع الطيور. بس في نفس الوقت القمح مهم جدا جدا وله فوائد. القمح حلو قوي قوي ان هو بيحول الدهون اللي موجوده في جوه جسم الفرخه الى لحم. او هو مع الاسف بقى مش بيحولها لحم زي الرده، لا، هو بتحس ان هو بينشف كده، بيسلي الفرخ، بيشيل الدهون اللي فيها خالص. فعشان كده ممكن كنا نستخدمه بعد الفترات. لكن طيب احنا دلوقتي عندنا قمح كتير وعايزين نستخدمه على طول باستمرار، وعايز استفيد منه وعايز استفيد بيه. القمح مليان فوائد رهيبة جدا جدا. يعني فوائد القمح هقولك عليها دلوقتي. قبل ما اقولك على الطريقة بتاعتنا، القمح مصدر غني جدا بفيتامين ب، بيدي طاقة وحيوية لجسم الطائر، بيقلل المشاكل الأمراض، بيساعد على الهضم. في طبعا عناصر مهمة قوي قوي موجودة في القمح، مش موجودة في أي حاجة تانية. فالقمح مفيد وما فيهوش أي أضرار، غير مشكلته الوحيدة إنه بينشف الفراخ، ودي مشكلة هنقدر إن شاء الله إننا نتحايل عليها ونغيرها ونخليها تعمل نتيجة عكسية، تدي الفرخ يعني شكل أحسن وأجمل. القمح طبعا بيخش في تكوين يعني جسم الطائر، وبيعوضوا عن حاجات كتير. انتوا عارفين ان احنا يعني وصفة التسمين ديت اللي احنا بنعملها لتسمين الفراخ، كنت بقول لكم ما تاكلوهاش للفراخ البياضة. لكن لما الدنيا غليت قوي كده وولعت، بدأت ان انا اكلها لهم. وكمان كانوا بيصعبوا عليا، ان كنت ببقى مربيهم عليها ويتعودوا عليها، فببدأ ان انا اسحبها منهم. فانا اخترعت طريقة جديدة لان انا اكلهم بيها. فبحط كمية، عملت لكم فيديوهات كتيرة قوي قوي عن بدايل العلف البياض للفراخ، وكان منها وصفات فيها وصفة التسمين دي، بان انا بقيت اضيف عليها الردة. لما بتضيفي عليها الردة، فالردة بتعادل الدهون اللي فيها، فما بتعملش دهون للفراخ خالص. وصفة التسمين دي ايه للناس اللي بتشوفنا لأول مرة؟ معلقتين زيت مستخدمين، حطينا عليهم 3 4 معالق من الرز وقلبناهم، وبعد كده بنحط عليهم حوالي كيلو ونص كده من الدشيشة اللي هي الذرة المجروشة ناعم، وقلبهم كويس. وبعد كده بحط عليهم مية، تغمرهم كده بالمية مش كتير يعني، تبقى يا دوب المية مغطياهم. وسيبهم على نار عالية لحد ما يتشربوا المية دي. بعد كده بهدي النار خالص، واسيبهم لمدة ساعة ساعة ونص لحد لما حجم الاكل ده يتضاعف، بيبقى عامل كده زي الكشري الاسكندراني. طبعا انا مش بحط الكمية دي كلها للفراخ اللي بتبيض، انا عندي هم اصلا 10 11 فرخة، فانا هحط لهم كميه على قدهم. لكن الحله دي انا بعملها ما شاء الله بتكفي لي كل طيوري، فراخ بيضه وبلدي وحمام وفراخ بياضه وكله ما شاء الله. طيب انا النهارده بقى هستخدم القمح، فانا هبدا بالحله دي الاول اعملها، علشان على بال ما تبرد يكون القمح ايه، جهزته وشوف انا هعمل فيه ايه. احسن واسهل طريقه تستخدمي بيها القمح، هظبط بس الحله دي معاكم وهقول لك هنعمل ايه. القمح هيزود لنا الاكل، هيظبط لنا الفراخ قوي قوي، هيخلي الفراخ معاكي مفيش عندها دهون. تقدري تستغني عن الدشيشة خالص، وتحطي القمح ده بالطريقة اللي هقولك عليها دلوقتي. تقدري تستعملي ميكس بين الوصفتين، يعني تستخدمي شوية من الدشيشة على شوية من القمح. القمح ده انا عملت فيه ايه، نقعته من امبارح يوم كامل، يعني مثلا من الساعة 10 الصبح لتاني يوم الساعة 10. ده بقى ما شاء الله بيخلي القمح جميل جدا، وكأنه مستوي، يعني هتلاقيه جميل قوي قوي. بس طبعا عشانه بات كده فلازم اغسله حلو قوي قوي بالميه 5 6 مرات كده، لحد لما يبقى ايه، متاكده ان ما فيهوش عفن، عشان ما يعملش مشاكل للفراخ بتاعتنا. تمام، هغسله كويس قوي واوريهولك دلوقتي هنحطه ازاي ونستخدمه ازاي. كده انا غسلته. الكميه اللي انا كنت عاملاها دي كانت حوالي كيلو ونص من القمح، كميه كبيره جدا
وكفت لي كل الطيور مع الحله بتاعتي. يعني بدل ما كنت بعمل حله كبيره بقيت رجعت تاني اعمل في الحله الصغيره. الحله الصغيره دي بعمل فيها لما بيكون عندي طيور قليله، ما عنديش مثلا طيور كتيره. لما بتبقى عندك طيور كتيره بكبر الحله شويه. الناس بقى اللي عندها كميه طيور كتيره قوي، لو انت مثلا عندك فراخ كتيره قوي، طبعا الفراخ البلدي مش هينوبها من الليله دي كلها غير حبه صغيره خالص. ملو الحله دي مثلا مره واحده او نصها كمان، لان انا بقيت الاكل لازم اكلهم اكل ايه اللي هو الاكل الناشف، اكلهم خضار، اكلهم وصفات تانية وريتها لكم قبل كده. ما ينفعش ان انا اكلهم الاكل ده بكميات كبيره، لان هيربوا معاكي دهون وهيتخنوا ويتقلوا. لا، الاكل ده انا بحطه ليه؟ بحطه عشان احافظ على على صحه الفرخه وعلى فيتاميناتها وعلى الانتاج بتاعها بتاع البيض. انما الاكل الصح بتاع الفراخ اللي بتبيض دي الخضار. الحاجات اللي انا كنت عاملاها لكم قبل كده، انا كنت عامله قائمه كامله فيها بدايل كتيره قوي للعلف، وبفضل الله الحمد لله دلوقتي انا بقالي اكتر من 3 4 شهور كده يمكن اكتر ما جبتش علف بياض خالص الفراخ اللي بتبيض. وما شاء الله البيض ما شاء الله لا قوه الا بالله، انتاج البيض عندي يعني ما شاء الله جميل جدا. فانا بما ان عندي الفراخ كتيره عمر شهر، فهحط واعمل لكل الفراخ بقى الكميه دي كلها. لكن الفراخ اللي بتبيض بس على قدهم، يعني تقريبا مثلا كل فرخه كده تعملي لها حفان على قدها بالعدد كده. لو انت عايزه تحسبي قوي، عشان الناس ساعات تقولي احط قد ايه، حطي اللي يشبعها. يعني انا باكل الطيور بشبعها، لكن بعد ما تشبع بسيبها بقى تجوع شويه. مش انا اكلها اصلا ما تشبعش، لا اكليها خليها اما تشبع وتملى الحصاله بتاعتها قوي قوي كده وتبقى مش قادره تتنفس، بس سيبيها بقى على الاكله دي لحد لما تجوع كمان. كده انا ايه صفيت القمح من الميه واحطه. طبعا انا مش عايزه احط الفراخ بتاعتي اي اكل فيه بلل خالص خالص. فطبعا وبعدين الاكل ده كده متعادل جدا، يعني رز وتشيشه وقمح، ما شاء الله جميع الفيتامينات وجميع الحبوب. حاجه عظمه بجد والله العظيم. انت لو عندك حتى كتاكيت صغيره وهتاكليهم الاكل ده، والله انت ما انت محتاجه علف خالص خالص، وبحلف بالله هتلاقي الكتكوت بتاعك يومه ب10. اكل جميل جدا جدا. عملتي كميه زي ديت مثلا وجات زياده، حطي في اكياس وحطيه في التلاجة، وكل يوم طلعي الكيس يبرد وحطي ليهم، وشوفي الكتاكيت بتاعتك هتبقى شكلها ايه وعامله ازاي، بالذات الكتاكيت البلدي. ولو فراخ بيضه برضو هتحطيه كوجبه ليهم، زي ما احنا عارفين في القناه بتاعتنا بنعمل لهم بطريقه معينه. الاكل بيبقى بنظام بس عشان الفراخ البيضه التحويل بتاعها ما يتاثرش معانا. انما كده الوصفه دي بسم الله ما شاء الله تحفه تجنن. شوفي منها احلى اوزان وطعم بقى، مش عايزه اقول لك طعم الفراخ هيبقى عامل ازاي. انا بقى احط عليها ايه رده، علشان خاطر اولا انشفها، ثانيا اكترها، ثالثا انا عايزه استفيد بالرده برضو بفوائدها، رابعا انا عايزه الاكل ما يبقاش فيه معجن ميه، عايزاه يبقى ناشف. لو فراخ اقل، لو انت بتستخدميها لاي فراخ اقل من شهر ما تحطيش الرده، عشان ما تخسسش، الفراخ ما تكعبرش وتكبرت معاكي. انما عندها شهر حطي الرده وهتشوفي بقى احجام جميله. انا كده استخدمت علف ابدا، استخدمت اي حاجه من العلف ابدا، كلها حاجات جميله جدا وحاجات سعرها حلو. كيلو القمح النهارده ب10 جنيه، كيلو الدشيشه ب14 جنيه، كيلو الرده مش فاكره كان بكام بصراحه، بس هو برضو مش غالي يعني. فانا ما بستخدمش حتى يعني الحاجات بسيطه خالص. لو انت استخدمتي كميات كبيره هتوفر معاكي قوي قوي وعندك طور كتيره وهتديكي نتيجه هايله جدا جدا جدا. هحط بقى معلقه كده عشان برضو عايزه اقول لكم عليها، فاتح شهيه ورافع مناعه وحلوه قوي وتنفع قوي للفراخ اللي بتبيض، عشان تلاقي عرف الفرخه احمر وانتاجها من البيض حلو، وكمان الصفار بتاع البيضه يكون لونه اصفر غامق كده وجميل. بجد اكل رهيب، احلى احلى بديل للعلف ممكن تقدميه لطيورك، جميل جدا وببلاش، يعني بالمقارنه مع اسعار العلف الفظيعه دي. وخلوا بالكم العلف رخص، بس مع الاسف الراجل بيقول لي هيرجع يغلى تاني، فربنا يستر. انا بشتري يعني من واحد جمله فهو عارف السوق، بيقول لي لا ده هيرجع يغلى تاني. عشان ابقى عملتلك الوصفه بتاعت النهارده كامله، هقولك بقى انا بحط ايه عليه. معلقه واحده بس من ال A2 minerals ده من عند البيطري، فاتح شهية. ده مخلوط املاح معدنيه وفيتامينات، مش شرط الاسم، اسمه كده مخلوط املاح معدنيه وفيتامينات. ممكن الصيدلي بتاعك يكون بيجيب من شركه تانية باسم تاني، لكن هو الاساسي بتاعه كده مخلوط املاح معدنيه وفيتامينات. ده بقى رافع شهيه وفاتح ورافع مناعه وفاتح شهيه، بيزود انتاج البيض، بيزود انتاج اللحم، بيزود الخصوبه كمان.
بس كل حاجة فيه فيتامينات، كمية فيتامينات، لانه مخلوط املاح معدنية وفيتامينات الطيور كلها بتحتاجه. فممتاز جدا. حط معلقة واحدة بس عليه كده وقلبه،